وايضا معي حسين فلاح. حسين فلاح واحد من نجوم المباريات الثلاث الاخيره، هكذا يعني اقول. مباراة الجوية على اعلى مستوى، المباراة السابقة مباراة يعني كنت ادائك ممتاز، واليوم يعني ما شاء الله عليك. جمهور زراسم يكفى الفيردي. مبروك اولا مبروك الجمهور اللي حضر، ومبروك للاداره والكادر التدريب واللاعبين. يعني احنا بالمسار الصحيح، يحتاج لنا تركيز اكثر، يحتاج لنا اليوم مباراة النفط كسبناها لكن بصعوبة، يعني الفرق كلها متقاربة، حتى وان كان فريق الحدود متذيل الترتيب لكنه فريق صعب، يعني يحتاج لنا تركيز اكثر، انه نحسم المباراة من الشوط الاول على حتى لا يتكثف الفريق دفاعيا بالشوط الثاني، الفريق الخصوم اقصد. نحتاج لنا مثابرة اكثر، الدوري ما زال طويل، لقب الدوري هو شيء من ان شاء الله يكون من نصيبنا. يعني الظروف اللي مر بها النادي خلال السنوات الاخيره والمشاكل اللي تعرضت لها الاداره كلها بسبب النتائج، ابتعاد الفريق عن البطولات. هذا الموسم كان على عاتقنا احنا اللاعبين والكادر التدريبي بالاخص، خصوصا انه الاداره رحلت، الاداره جديده اتت، عندهم مبررات لانهم بالنهايه بالملعب بالملعب بالضبط. اللي اريد اوصل لانه هذا الموسم راح يكون استثناء ان شاء الله، ان شاء الله يكون نهايته تتويج الفريق باللقب الدوري وان شاء الله الكاس. عجبتني لقطه حسين، يعني عجبتني لقطه لما سجلوا فريق الحدود هدف في الدقائق الاخيره، انت حفزت الفريق، شفتك تتكلم مع الفريق راح نرجع للمباراه ان شاء الله. اكيد يعني يحتاج انه ما ننكسر احنا، يعني يحتاج هاي شخصيه البطل، انه دائما تتواجد بالملعب حتى وان تاخرت بملعبك بين جمهورك، يحتاج انه تعود ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا ومبروك.